صباح الفل عليكم ويومكم جميل كده ان شاء الله زيكم بالظبط. النهارده فيديو قمر كده، الصراحه انا متحمسه جدا ان انا اتكلم فيه، وكان نفسي جدا جدا ان انا اتكلم فيه بقالي كتير. بس جه الوقت خلاص اللي احنا لازم نناقش هذا الموضوع الفظيع. عن تجربة شخصية، لحد دلوقتي في حياته مفيش أشخاص مؤذيين، ما مرش بتجربة مؤذية، ما عاش تفاصيل مش لطيفة مع ناس في حياته. فأنا النهاردة طالعة أتكلم معاكم كده من قلبي ومش محضرة أي حاجة خالص منها في حياتكم، وتخلي بالكم من أي أشخاص مؤذية ممكن تدخل حياتكم. من غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو. قبل ما ابدا الكلام في الموضوع اللي انا جايه اقول لكم عليه النهارده، وهو ازاي تتعاملوا مع الاشخاص المؤذيه في حياتكم، او ازاي تتخطوا اي موضوع انتوا دخلتوا فيه وكان مش لطيف او اثر فيكم شويه. الموضوع مش صعب خالص، وعن تجربة شخصية بجد الدنيا بتمشي، مفيش حاجة بتقف على حد. اشكر كل بنوتة قمر بتسيب لي كومنت حلو او بتعمل لايك للفيديو او بتشيره، ايا كان اللي بتعمله بجد بشكركم من كل قلبي، ومبسوطة جدا جدا ان انتوا في حياتي بجد. يعني متعرفوش انتوا مهونين على الواحد قد ايه، دي حقيقة بجد. يعني وجود القناة وان انا بتفاعل معاكم وان انتوا بتتفاعلوا معايا دي بتبقى اكتر حاجة بتفرحني بجد. ندخل في الموضوع على طول. ازاي تتعاملي مع الاشخاص المؤذية في حياتك، او تاخدي بالك منهم في الاول، فما تدخليش في مواضيع وتتعمقي قوي معاهم ويحصل بعد كده حاجات تأثر على نفسيتك. واهم حاجة وهي المساحة الشخصية، الحدود. ان انتي ما تبقيش فاتحة على البحر مع كل الناس، ان انتي تبقى حياتك مقفولة عليكي على قد ما تقدري. مش عشان حسد والكلام دوت، لا، هو الحسد موجود وكل حاجة، بس انا شايفة ان الحدود بتعمل زي كده اللي هو يعني حاجة دفاعية كده، ان ما يعني لو حاجة هتيجي تأذيكي من الشخص ده، لا، انا عاملة حدود بيني وبينك، فانت مش هتعرف تأذيني لان انت اصلا ما تعرفش عني حاجة. فالمساحه ان انت تبقى عامله حدود، وان انت مش مدخله الناس في حياتك، مش معرفه الناس كل حاجه عن حياتك، دي حاجه مهمه قوي قوي قوي. تجربه شخصيه بجد بتفرق قوي. يعني انا من الناس اللي ما بحبش حد يتدخل في اللي ملوش فيه في حياتي. ما تعرفش عني تفاصيل اصلا، انا حابه اعرفك تفاصيل معينه عشان انا بحبك هعرفها لك. مش بحبك او شايفه ان انت شخص مش بتحبني فمش هعرفك اي حاجه طبعا. حاجه يعني كمان وهي التجاهل ان انتي تتجاهلي الناس دي على قد ما تقدري. ما تقعديش تركزي معاهم، ما تقعديش تركزي في عملولي سوولي الكلام الكتير والناس اللي بتنقل الكلام من حته لحته. فككم من الناس دي كلها، الحاجات دي بتاخرك لورا وبتخليكي ان انتي متأخرة في حاجات كتيرة فايتاكي في الحياة جميلة قوي بجد. يعني هنتكلم في الحاجات اللي هتبسطك بعد كده، في خطوة بعد كده. بس التجاهل بيفرق جدا جدا يا جماعة. نزلوا من على ودانكم وبلاش تاخدوا كل حاجة على اعصابكم. الموضوع ده فرق جدا معايا جدا. انا كنت شخصية برضو باخد كل حاجة على اعصابي، بتضايق من اقل حاجة، اللي هي ليه تقول لي كلمه زي دي، وافضل تعبانه طول الليل وضغطي عالي، اللي هو انا ما اذيتكيش في حاجه، ليه عملتي كده مثلا؟ لا، انا لما بقيت انزل من على وداني بجد الموضوع فرق جدا، حتى فرق في بشرتي. والله ما بهزر. المواضيع دي بتأثر على نفسيتك جدا، بتوقع شعرك، بتبوظ وشك، الحبوب بتملى وشك، وشك بيدبل من كتر ما انت بتحطي في نفسك وتهري في نفسك. شعرنا وبشرتنا مهمين، احنا بنصرف عليهم كتير. الحاجه اللي بعدها على طول، انت عايزاكي تشتغلي على نفسك على قد ما تقدري، اشتغلي على نفسك جدا. اللي هو ازاي هعملها دي؟ اقول لك انا، شوفي ايه اكتر حاجه انت بتحبيها او نفسك تشتغلي فيها، او هتشغل وقتك على قد ما تقدري. اللي هو مثلا انا هتكلم عن نفسي، انا بحب مجال اليوتيوب وبحب الفيديوهات والحاجات بتاعت البنانيت اللي انا بصورها لكم دي. شغلت نفسي على قد ما قدرت في الحاجات دي، انا بحبها فهبدع فيها. عارفين بتسحل الدماغ كده، انت طول ما انت قاعده بتفكري طب انا اعمل ايه فيديو جديد، طب انا اظبط ايه، طب انا فاهمين. عايزاكم تشغلوا نفسكم بحاجه بتحبوها قوي، اللي بتحبوه هتبدعوا فيه جدا. جربوه وهتدعوا لي. الردود والتلقيح على النت والحاجات الغريبه اللي بنشوفها، بلاش المواضيع دي يا جماعه.
برضو مش هتفرق معاكي في اي حاجه غير ان انت بس بتنزلي مستواكي لمستوى الناس اللي بتتكلم عليكي او بتلقح عليكي او ايا كان بتعمل ايه عك يعني. افككم من الناس دي كلها يا جماعه، والله العمر مش مستاهل ان احنا نضيعه في تلقيح وانا شاغله دماغي بفلانه، اصل فلانه قالت لي، واسمع من دي ايه ده والله قالت عليا كده. اللي بينقل الكلام كمان ده شخص مش لطيف خالص. ما تسمعوش من حد، ما تدوش ودنكم لحد. اشتغلي على نفسك، حبي نفسك قوي. الحاجات دي هتفرق جدا جدا في شخصيتكم وفي نفسيتكم، وهتلاقوا نفسكم اتغيرتوا للأحسن مليون درجة بجد والله. ايه الحاجة القمر اللي بعدها بقى دي، ودي اتقوا عليها قوي عشان دي بجد بتفرق برضو في المواضيع اللي بحكي لكم فيها، اللي هي توسعي دايرة معارفك شوية. اللي هو انا ما بقاش عندي واحدة اتنين تلاتة طلعوا وحشين يا ماما هيغمن عليا وهخش في نفسيه زي الزفت وحاجات كده غريبه. لا، وسعي دايره معارفك، اللي هو انزلي خدي كورسات، انزلي اتحركي، روحي نادي، اعملي اي حاجه جميله كده فيها حركه، وفي نفس الوقت ان هي تدخلك في عرف جديد مع الناس، ناس جديده، تصاحب على ناس جديده حلوه، شوفي اللي بيحبك وقربي منه. مش قصدي في علاقات يعني علاقات حب وكده، اقصد بنوتات كده قرايب بيحبوكي وانت بتحبيهم. وسعي الدايره دي وخليكي متحوطه دايما في دايره كده من ناس بتحبك، ناس بتحبك وبس. حسيتي ان في حد مش بيحبك او حد انت مش بتحبيه جواه كده، مش مفيش، لا، انت اركن على جنب عشان انا ورايا حاجات كتير مهمه في الحياه، مش انت اللي فاهمين. لا، الحاجات دي بتأخرنا، اللي هو وجود ناس مش لطيفة في حياتنا، ناس تقعد تقول لنا حاجات سلبية، ناس تقعد تنتقدنا طول الوقت، فكوكوا من الناس دي خالص وركزوا مع الناس القمر اللي بتحبكوا وبس. اخر حاجة، ودي حاجة برضو يعني اللي هو ختامها مسك زي ما بيقولوا، اللي هو اتبسطي واعملي اللي بتحبيه. رحاب مثلا اللي هو انا مثلا بحب جدا جدا الرسم، بحب التلوين. يعني بصوا هي حاجات تبان تافهه وبسيطه كده، بس عايزه اقول لكم انها بتفرق جدا جدا. قمت جبت لكم الكتاب اللي انا بلون فيه. بصوا القمر ده كتاب اسمه مانديلا، حلو قوي قوي للناس اللي بتحب التلوين. وعايزه اقول لكم حاجه كمان بيعملها قمر. بصوا دي الالوان بتاعتي، دي الوان سنها رفيع خالص عشان تعرفي تلوني، لان الخانات بتاعه الرسمه بتبقى صغنونه قوي قوي، فلازم تجيبي الوان رفيعه. بصوا حاجه بتبسطني وممكن بسيطه، بس عايزه اقول لكم بتفرق جدا في نفسيتي. ده بيدخلك في حاله تركيز قوي في الرسمه اللي انت بتلونيها، فبتفصلي كده عن الحياه. وشرط هم حتى كاتبلك في اول الكتاب في الغلاف ان انت تفصلي عن الموبايل، تفصلي عن اي حاجه، ممكن تسمعي موسيقى هاديه وانت بتلوني وتعيشي مع الكتاب ومع التلوين. عايزه اقول لكم فصلان السنين. حاجه بسيطه زي الرسم بس بجد بتفصلني وبتخرجني من المود، لو انا مودي مش كويس، لو انا دماغي مسحوله في حاجه مضايقاني بتفصلني تماما. حاجه تانية بحب السفر، اما بلاقي نفسي ان انا متضايقه برضو وعايزه اغير جو كده وافك عن نفسيتي، وعارفين انتوا انا بروح حاجه برجع حاجه تانية خالص حرفيا. وبالذات لو رحت اسكندريه، يعني لكم بفصل فصلان السنين. يعني انا بشوف البحر من هنا بنسى نفسي وحياة ربنا. فشوفي ايه اللي بتحبيه، سفر، رسم، تنزلي الجيم، تلعبي رياضة معينة انت بتحبيها، اعملوا اللي بتحبوه، اعملوا اللي بتحبوه، هيفرق معاكم جدا. حتى لو خرجتوا اخت الكل تنزلي تاكلي سندوتش شاورما كده وتشربي لك ازازه بيبسي وترجعي البيت. انا بعمل كده برضو ساعات لما بكون متضايقه، وعايزه اقول لكم الموضوع ده بيفرق قوي. حبوبات ده كان نهايه الفيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. اكتبوا لي في الكومنتات رايكم ايه في الفيديو وعايزيني اعمل ايه فيديوهات الفتره اللي جايه. ببسط جدا لما بتشاركوني الموضوع ده. ما تخرجي من الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وكومنت صغنن واشتراك في القناه لو انت اول مره بتشوفيني. وبس كده، اشوفكم على الف خير الفيديو اللي جاي. باي باي.